عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعيني الأعزاء، ولقاء يتجدد وقناتكم خبر وقصة. طبعا النهاردة مكملين في قضية المرحوم مينا موسى، ويا ترى ايه اللي هيحصل لو لم يتم العثور على باقي جثمان مينا موسى، وكمان ظهور عم مينا موسى وتصريحات مهمة جدا جدا. وهنحكي حكاية مينا موسى من البداية إلى النهاية، وكمان اعترافات المتهمين المجرمين إبراهيم ومصطفى اللي ممكن تنجيهم من حبل المشنقة. ويا ترى إزاي في البداية اتعرفوا على مينا، وهل يا ترى ميلاد كان له دخل في اللي حصل، وهل هو شريك رئيسي في الجريمة؟ كل ده هنعرفه مع بعض وأكتر بالتفصيل. يا ريت كلنا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لكم من القلب على دعمكم المتواصل، وكمان متشكرة جدا لوجودكم دايما في القناة. بحبكم جدا في الله. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اللايك بتاع حضراتكم مهم جدا لنشر الفيديو، وكمان اشتراككم في القناة. لو لسه جداد معايا، شرف كبير جدا جدا ليا ان انتوا تنضموا لفريقنا المتواضع. طبعا قضية مينا موسى قضية هزت الرأي العام، والحمد لله إن في أيام معدودة بعد وفاة مينا موسى طبعا القضية أصبحت قضية رأي عام. البعض حاول إن هو يعمل فتنة ما بين المصريين مسلمين وأقباط أو مسلمين ومسيحيين، ويقول إن مينا موسى علشان هو مسيحي مش هيجي حقه أو مش هيتم تقديم المتهمين للمحاكمة. البعض الآخر قال إن الأزهر وتصريحاته كانت السبب في مقتل لمينا موسى. والبعض شكك في طبعا الوطنية والمواطنة وروح المواطنة، وحاول ان هو يزرع الفتنة ما بين المسلمين والأقباط، وده طبعا ما حصلش ومش هيحصل. لان لو جينا نشوف هنلاقي ان 99% من القنوات اللي بتتكلم عن قضية مينا موسى هم مسلمين. لكن القضية مش حكاية مسلم ومسيحي، وعمرنا ابدا ما نقدر نستحل ونستبيح دم اخونا المسيحي، لان احنا اخوات وعلى ارض واحدة، ودايما معترفين بان الدين لله والوطن للجميع. واحنا في من اصدقائنا اقباط او مسيحيين نحبهم اكتر من اصحابنا المسلمين، فده طبعا مش هيحصل. ده في البداية كان لازم ننوه ليه. طبعا المتهمين المجرمين سواء ابراهيم ومصطفى. إبراهيم اللي عمره في الأربعينات حوالي 44 سنة، ومصطفى وكمان الضحية مينا اللي عمره 22 سنة، وميلاد اللي عمره 21 سنة. دول كان أكتر 4 شخصيات في القضية بتاعتنا أو في القصة بتاعتنا كان لهم دور رئيسي. القصة طبعا بدأت بإعلان في مكتب بيرعى لكبار السن، وطبعا اللي شاف الإعلان ده على الفيسبوك هو ميلاد اللي عمره 21 سنة، واللي قدم في الإعلان وتاني يوم جاله الموافقة. لكن طبعا أهله رفضوا، قالوا له إن أنت خلاص بقيلك أيام معدودة وهتروح الجيش شهر إبريل، هتكون موجود في الجيش، فطبعا مش هينفع إن أنت تروح الوظيفة دي. طبعا الكلام ده حصل في شهر مايو، لما تم عرض كل الإغراءات على مينا من قبل زميله ميلاد، وقال له إن هي وظيفة حلوة ودخلها كويس، وهتدخلك مبلغ كويس تقدر تكون بيه نفسك، وإن الوظيفة ما تتسابش وكلها مميزات. بدأ مينا طبعا، وكان تحديدا يوم 27 مايو، يقدم في الوظيفة. وبرضه تاني يوم اتفاجئوا ان هو او اتفاجئ ان هو اتوافق عليه، وان هو تم قبوله في الوظيفة. لكن كان عنده عائق واحد اللي هو فرح اخته اللي كان قبل الواقعة باسبوعين اتنين. يوم 28/9 اللي فات. طبعا احنا دلوقتي 24/10، يعني في حوالي بنتكلم في حوالي شهر. جه لمينا اتصال صحاه من النوم علشان يلحق الوظيفة، يعني حد بيصحيه من النوم: يلا يا مينا اصحى علشان تلحق تقدم في الوظيفة. في كتير بيقدموا، والكلام ده كان 7 الصبح. فطبعا يعني كان حاجة، يعني مينا لو كان شغل دماغه شوية، مين اللي هيدور على وظيفة الساعة 7 الصبح؟ ومين اللي هيكون مهتم قوي يا مينا ان انت تلحق الوظيفة؟ ولو في فعلا ناس كتير مقدمين، اشمعنى انت اللي تجم
وحد بيصحيك الساعة 7 الصبح علشان تروح تلحق الوظيفة. وصل مينا للقاهرة، وطبعا كان يوم الحد الصبح. ركب للمرج، احنا عارفين المسافة من المنيا للقاهرة مسافة طويلة. ركب للمرج، وهناك قابله مصطفى والمجرم إبراهيم اللي خدوه على طول على الزاوية الحمراء. عايزة أقول لكم إن مصطفى ده بيشتغل شيف في مطعم وعمره 35 سنة، وإبراهيم الممرض اللي كان بيرعى شخص مسن وعنده زهايمر. وعلى فكرة الشخص ده مازال موجود، ومازال موجود في شقة الزاوية الحمراء. طبعا الإعلان لما تم نشره على الفيسبوك، المفروض إن هو كان في مكتب الحجاز. فبدأ يتساءل، هو فين مكتب الحجاز يا جماعة؟ احنا رايحين في مكان تاني. قالوا له فاحنا هنعمل لك اختبار عند واحد مريض مسن عنده زهايمر في الزاوية الحمراء. لو قدرت تنجح في اختبار رعاية الراجل المسن ده، هنروح على طول على مكتب الحجاز. وبالفعل اقتنع وطلع معاهم. عملوا له مشروب فيه مخدر، بدأ يدوخ، ربطوه وسلسلوه. ده بناء على اعترافاتهم. احنا بنجزم ان احنا الكلام ده لحد دلوقتي مش عارفين هو فعلا حقيقي، ولا هم يعني بيقولوا اعترافات تنجيهم وخلاص. طبعا هم بيقولوا ان هم كتفوه وهو حاول يهرب، فراح حد فيهم ضربه على دماغه، فوقع من الخبطة وفارق الحياة. فبدأوا ياخدوه على البانيو اللي موجود في الشقة، ويقطعوه لأجزاء أجزاء صغيرة. وبدأوا ان هم ياخدوا الأجزاء دي ويرموها في طبعا ترعة الإسماعيلية، اللي بتبدأ عندهم من الزاوية الحمراء وبتنتهي بقى للإسماعيلية. وطبعا أجزاء تانية رموها في القمامة. طبعا هنا ما تمش العثور إلا على الساقين والذراع الأيسر. أما الذراع الأيمن اللي فيه كل الإشارات اللي بتدل إن هو ده مينا، ما كانتش موجودة. طبعا الذراع الأيمن فيه الصليب، وكمان فيه شرايح ومسامير كان مركبها مينا. فكان هنا طبعا في الوقت بعد ما قتلوا مينا، كانوا مسجلين له 5 فويسات. خلي بالكم عشان الكلام اللي جاي مهم جدا جدا. كانوا مسجلين له 5 فويسات، كانوا كل شوية بيدوا لأهله فويس وبيهددوهم إن هم لازم يدفعوا فدية 170 ألف جنيه. وكأن كان الموضوع مخطط ليه إن هم يعملوا جريمتهم، وفي الآخر ما تتحسبش إن هي قتل مع سبق الإصرار والترصد، وفي الآخر إن هي تتحسب إن هو كانوا عايزين فدية، وهو حاول يهرب وعلشان كده قتلوه. وحتى يا ريت اتقال قتلوه، ده قال ان هم ضربوه، يعني قتل عن طريق الخطأ. في خلال ال5 أيام فضلوا يبعتوا فويسات ومسجات. وطبعا بعد كده تم التوجه بعمل بلاغ بتغيب مينا، وتم العثور على أجزاء من جثمان مينا. الأجزاء طبعا هم الأهل نفسهم ولا هم شايفين الملابس اللي تدل إن هي ده ابنهم مينا، أو هل يا ترى ده دراع ابننا مينا؟ يا رب محدش فيكم أبدا يجربها، ولا حد فينا أبدا يجربها في أعز ما عنده، اللهم آمين. طبعا بدأوا إنه الأهل مش عارفين هي دي فعلا أجزاء مينا. طب فين راس ابننا مينا؟ طب فين أحشائه؟ طب الأحشاء السمك كلها؟ طب فين القفص الصدري بتاع مينا؟ طب فين العظام بتاع مينا؟ طب فين الجمجمة بتاع مينا؟ راحت فين الحاجات دي كلها؟ هل السمك هياكل العظم؟ طبعا. هل الكلاب اللي في الشوارع هتاكل العظام والجمجمة؟ بدأوا إن هما يعملوا تحليل دي ان ايه علشان يعرفوا هو ده ابنهم مينا ولا لأ. وبالفعل تحليل الدي ان ايه اثبت ان دي بقايا لكائن بشري، وان البقايا دي هي من جثمان ابنهم مينا. وفضل فريق البحث يدور فين باقي جثمان مينا، ولحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها لم يتم العثور على جثمان مينا. المشكلة الكبيرة ان كون ان هم يلاقوا ايدين ورجلين، حتى لو لقوا الايد التانية والرجلين، ايه اللي يثبت ان مينا فارق الحياة؟ ايه اللي يثبت ان مينا مش موجود على قيد الحياة؟ اذا كان الانسان ممكن يعيش من ايديه، من غير ايده ومن غير رجله. بقي هنا ان تقرير الطب الشرعي اللي لو تم اصداره بان القطع في اليدين والقدمين ده قطع غير حيوي، يبقى تم القطع بعد ما مينا فارق الحياة زي ما هم بيقولوا، وهنا يبقى بالفعل مينا فارق الحياة. اما القطع ده لو تم اثبات ان هو قطع حيوي، اذا تم القطع ومينا على قيد الحياة،
إذا مفيش دليل يقول إن مينا فارق الحياة. طبعا هتقولوا لي الاعتراف سيد الأدلة، أنا كمان بقول لكم الاعتراف سيد الأدلة، بس هم يا جماعة ما اعترفوش إن هم قتلوه مع سبق الإصرار والترصد، وهو ده اللي قلقنا كلنا. وأرجو إن متابعيني ما يزعلوش من كلامي، لأن في ناس زعلانة بيقولوا أنتوا بتجيبوا لنا إحباط لما تقولوا إن هو مش قتل مع سبق الإصرار والترصد. اللي احنا شايفينه ان هو قتل مع سبق الاصرار والترصد، لان هم خدوا مينا في وضح النهار ومينا طلع معاهم، ولو كانوا قاصدين ان هم ياخدوا رشوة استحالة كانوا هيسيبوه يبقى عارف البيت اللي هو طالع له، وان هم ياخدوا قصدي فدية، وان هو يبقى عارف ان خدوا فدية ويسيبوه ينزل. اذا هم من البداية عارفين ان هم واخدينه وناويين يقتلوه. البعض قال ان هي تجارة اعضاء، ودي احتمال بنسبة كبيرة جدا جدا، لكن عايزة اقول لكم لو هي تجارة اعضاء اذا الناس دي مشتركين في مافيا كبيرة جدا جدا، والمافيا دي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، مافيا تجارة الاعضاء، اللي لحد دلوقتي يعني مش عارفين ليه هم الوحيد اللي مش قادرين ان نعرف حقيقة وجود مافيا لتجارة الأعضاء في مصر. احنا بجد يعني في قضايا كتير جدا الضحايا جه حقهم، سواء في قضية سفاح التجمع، قضية طبيب الساحل وما إلى ذلك، قضية نورهان قاتلة أمها بورسعيد. لكن لما نيجي لجزئية مافيا تجارة الأعضاء زي ما تطرقنا إليها في قضية دكتور أسامة توفيق صبور، نيجي نلاقي فيه علامة استفهام إن إحنا مش بنلاقي مافيا لتجارة الأعضاء، على الرغم من إن كل المؤشرات بتقول إن دي أكيد مافيا لتجارة الأعضاء. لأن مينا يعني اشمعنى اختاروا واحد من المنيا، يعني من مركز ملاوي أو قرية ملاوي، يعني شايفين إن هو محدش هيعرف يوصل لهم، محدش هيسأل عليه، جايبين حد من مكان بعيد، وكمان مكان الزاوية الحمراء، يعني مع احترامي للجميع أصلا مكان كله مجرمين وتجار مخدرات، ومكان ما يعلم بالله ربنا يعني. فإذا هنا في علامات استفهام كتيرة جدا جدا. عم مينا موسى القسيس اللي بيظهر قدام حضراتكم منهار، بيقول أنا عايز أعرف باقي جثمان. لو خدوا أعضاء ابننا مينا موسى احنا مسامحين إن الأعضاء تروح لحد استفاد بيها، بدل ما كانوا يسيبوها تتعفن، لأن هم كده كده قتلوه. لكن احنا عايزين نعرف هم بالفعل قتلوه يعني علشان فدية، ولا عشان كانوا عايزين ياخدوا أعضائه. وطبعا نفسنا نعرف بقية أجزاء ابننا فين علشان ندفنها، احنا دفنا أطرافه لكن الجثمان نفسه مش موجود. فين باقي الجثمان؟ وطبعا قال إن احنا ما كناش بنشك أبدا في ذكاء ابننا مينا، لكن لو هو كان قال قدام أي حد فينا السيناريو ده احنا كنا أكيد هنشك، لكن احنا واثقين في ذكائه، وهو كان دايما تفكيره سابق سنه، فاستحالة كنا نتوقع إن ممكن حد يستدرجه بهذا الشكل. من أكتر القضايا المعقدة جدا جدا اللي قابلتنا من يوم ما اشتغلنا في القضايا الرأي العام، دي يعتبر أكثر القضايا تعقيدا. يمكن في قضية طبيب الساحل أو في قضية المجرم سفاح التجمع كان في جثمان كامل، حتى في قضية إيهاب أشرف كان في نصف جثمان، وبعد كده بكام يوم اكتشفوا مكان أو عرفوا مكان أو دلهم المجرم مدرس الفيزياء على باقي الجثمان. اما هنا فمش قادرين نعرف باقي جثمان مينا موسى فين. تخيلوا لما احنا بكمية الحزن والأسى، امال والدته تعمل ايه ووالده يعمل ايه؟ ربنا يكون في عونهم، ربنا يصبرهم، وان شاء الله حقك يا مينا راجع، وحقك جاي بإذن الله. يا رب يا رب محدش يشوفها ابدا. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، تعليقاتكم مهمة جدا جدا بالنسبة لي. يا ترى ايه رأيكم في اللي بيحصل؟ يا ترى ايه رؤيتكم للموضوع بشكل عام؟ اتمنى لكم حياة سعيدة بعيدا عن كل المصائب الأقدار. اترككم في رعاية الله وحفظه، الى ان نلتقي، لكم مني الف تحية.